النهارده هنتكلم عن رسم المناخير. رسم المناخير عامل عقدة لناس كتير عشان السر بسيط، ناس كتير ما تعرفوش. السر ايه؟ عشان المناخير تبقى حلوة ما بنرسمهاش، او يعني مش بنرسمها، بنقلل تفاصيلها. او يعني لو انت بترسم المناخير بماركر زي ده، فالمناخير عبارة عن كتلة كده عاملة كده اهو، ما بينفعش قوي نعبر عنها بالخطوط، هي تفاصيلها بنعبر عنها بالضوء والظل، بالتظليل. فالكرتون ما فيهوش تظليل، ستايل الكرتون ده مش بنظلل، فعشان تبقى حلوة بنقلل تفاصيلها جدا. المناخير بتختلف من واحد للتاني في ايه؟ في ناس مناخيرها طويلة، في ناس مناخيرها قصيرة، في ناس مناخيرها عريضة، في ناس مناخيرها مبططة، في ناس العظمة دي عندهم باينة طالعة بره او عريضة، في ناس المناخير صغيرة، في ناس مناخيرها باصة لفوق، في ناس مناخيرها باصة لقدام. انا بص مناخيري باصة لتحت عامله كده اهو. فهنرسم 3 مناخيرات مختلفه ونجرب. هرسم لهم عيون كده اهو، واقول مثلا صاحبنا ده تبقى بنوته كيوت عندها رموش، واقول الله، ومناخيرها صغننه طالعه لفوق وتفاصيلها قليله خالص. بس انا خلصت. المناخير سهله، بس انت محتاج تشوف رسومات لناس كتير وتتعلم الرسامين بيعملوا ايه وتعمل زيهم. انا شفت رسام مثلا رسم حد مناخيره العظمه دي طالعه لبره، والكوره دي كبيره كده اهو، وعنده كوره تانية هنا كده اهو. فاخد الرسمه بتاعه الرسام دي وارسمها واخزنها في مخي، وبقيت انا برسم بالطريقه بتاعته. هجيب رسام واتنين وتلاته واقلدهم لحد ما يبقى شغلي حلو شبههم، اسرق شغلهم، اسرق الطريقه بتاعتهم في الرسم. الكلمه تبان وحشه، لكن في الرسم ده الطبيعي. مهنه الرسام زي اي مهنه تانية، انت بتشوف اللي قبلك عملوا ايه وبتعمل زيهم، ومع الوقت بيبقى عندك الخبره ان انت تعمل احسن منهم. بس بنبدا ازاي؟ بنشوف الناس بتعمل ايه وبنعمل زيهم. فمثلا ده مناخير باصه لفوق شويه، دي مناخير باصه لتحت شويه. هرسم مناخير باصه لتحت جدا، هرسمها مثلثة باصة لتحت جدا. عندك الكتلة اللي هي دي، وعندك فتحة المناخير اللي هي دي. ما ترسمش فتحة المناخير، ما تعملش اللي هي ايوه وحشة، ما تعملش اللي هي بتبقى كده اه خرمين كده وحشة. بص على رسومات الرسامين هتلاقي معالجات كتير اسهل في عمايلها اصلا. برضو لو حد باصص من الجنب مثلا، فادي حد مناخيره باصة لفوق، شكله عامل ازاي؟ عامل كده، مناخيره باصة لفوق. ممكن ارسم حد مناخيره باصة لقدام، وعامل كده، ورقبته طويلة ومكشر. ممكن ارسم حد مناخيره باصة لتحت، باصة لتحت خالص وعجوز ومكحكح وزعلان او بيحلم، مش عارف، اعتقد نايم وبيحلم. المناخير مسلية جدا، بس محتاجة ان انت تبص على رسومات الرسامين التانيين وتقلدها. وحاجة مهمة جدا تعملها، تعمل لايك وسبسكرايب، عشان الفيديو الجاي هقولك ازاي ترسم البق.